يا صباح الفل واهلا بيكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده يوم كده مليان طاقه وحيويه. هنعمل كذا حاجه. هنخزن فيه طماطم، سواء هنعصر طماطم نخليها في الفريزر كعصير طماطم يعني متسبكه. وهنعمل كمان خلطه محشي. هكون بشيل جزء في الفريزر وهكون بخلي جزء هنعمله في محشي. يعني ايه؟ يعني كذا حته كده شغالين مع بعض في كذا ناحيه. انا الطماطم اللي جبتها حوالي 6 كيلو. يعني قلت هشيل شويه يعني استغلهم في الفريزر بان الطماطم شويه اسعارها معقوله. وكمان اللي بتسهل عليا جامد جدا. يعني انا من الحاجات اللي لازم اكون مخزناها في الفريزر هي حقيقه الطماطم. بتسهل لي جدا، سواء هعمل مكرونه، هعمل اي حاجه بتسهل جدا. او كمان هعمل يعني ايه، هشيل شويه هعملهم للمحشي. انا بتوعات المحشي لازم اكون بفرم كميه بصل في الكويكي واشوحها، وبعد كده احط الطماطم. دي لو خلطه المحشي. اللي بشيله كصلصه في الفريزر بحمر تومه وبحط عليها الطماطم. دي بتنفعني في حاجات المكرونات. انا العيال عندي بيحبوا مكرونه يعني كتير. يعني لو مكرونه اي حاجه زي كده بكون بطلعها على طول على المكرونه، بتبقى جاهزه، مش كل شويه اعصر او تكون عندي يعني واطلع الخلاط. بتسهل جدا جدا. عايز اسالكم على حاجه، قولوا لي السرعه اللي انا بصور بيها في الفيديوهات دي كويسه ولا ابطأ؟ هل بتفهموا معايا سواء في الفيديو ده او الفيديو اللي قبله؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عشان بس اكون رايكم بيفرق معايا كتير. هنا ده كان الثوم. يعني حطيت الثوم شوحته في الحله وحطيت عليه الطماطم. الحله اللي من جوه دي هي اللي فيها الثوم، والحله اللي من بره دي هي اللي فيها بعمل فيها خلطه المحشي. انا بتبل الاتنين مع بعض. يعني اتعودتوا معايا لما بشتغل بحاول اشتغل حاجتين مع بعض. ده بيوفر لي انا كده كده واقفه في المطبخ وبخلص صنفين او حاجه مع بعض. بيوفر معايا وقت، مش كل شويه واقفه في المطبخ. بحط التوابل وبحط في اي صلصه بعملها، سواء صلصه المحشي او صلصه بحطها في الفريزر. بحط فيها سكر بيطلع لي طعمها حلو ومعتدل. هنا هعمل حاجه نوع زي من انواع المقبلات، هو البرنجان اللي بيسموه برنجان عروس. انا بستخدم هنا اللون الابيض او اوقات كتير كمان بعمل اللون الاسود او بعمل البرنجان الموف. اي برنجان بيكون طول اي لون. بجيب البرنجانه مش بتكون رفيعه قوي، تكون وسط الى حد ما كبيره شويه. بقسمها نصين، وكل نص بشرحه كده طولي. يعني بفتحه طولي وبقسمها نصين. انا الطريقه دي هعملها معاكم بدون نقطه زيت. يعني هنعمل زي مقبلات بدون نقطه زيت خالص. انا بحطه في اي حله او طاسه بس تكون مسطحه كده وليها غطا. بحطه على النار، على نار هاديه خالص، هي والحله بارده. بحطه على النار وغطيها، بسيبها زي كانها بتتشوح، يعني بتتسلق وفي نفس الوقت بتتحمر. عايز اقول لكم جربوها في اي طاسه. حطوا البرنجان هو وني خالص، بس بكون فاتحاه واحطه في الطاسه بيستوي، بيعمل حاجه يعني حلو قوي. هنا انا بعمل الحشوه اللي هحطها جوه البرنجان. بحط جزرتين، فلفلتين، وبحط توم وخل وفلفل قلت لكم. بحط كمون وكزبره وبابريكا وملح والخل. دي خلطه بحطهم كلهم في كويكي، وبتبقى كده الخلطه جاهزه. دي اللي هحشي بيها البرنجان بعد ما يستوي على النار. ممكن اوقات كتيره بعمل البرنجان ده نفس الفكره، بس بعد ما بحطه في حله بدون اي حاجه كده ممكن بكون بشوحه في الزيت، يعني بقليه يعني نص قليه كده. بس الطريقه دي ان انا احطه في حله بدون اي زيت خالص واخليها على نار هاديه، بيديولك كانه مشوي وفي نفس الوقت مسلوق بس بدون زيت. يعني انا بحاول اقلل الزيت على قد ما اقدر في اكلي. هنا بعد ما خلصت خالص خلطه المحشي اللي هي البصل او الطماطم وبردت نهائي. عايز اقول لكم بردت. انا الخطوه دي كان في تاني يوم دخلتها التلاجة، تاني يوم طلعتها من التلاجة
يعني زي فرمت كل الخضره. انا جايبه هنا خضره كبيره، ان انا الكميه اللي هعملها نصها هشيلها في الفريزر ونصها هكون بعمل بيها المحشي. بقطع الخضره الاول بالسكينه، بعد كده بخرطها زي الملوخيه كده بالمخرطه عشان تبقى ناعمه خالص، وبحط الخضره كلها في الصلصه بتاعت ايه المحشي. جزء هكون بشيله وقت تاني في الفريزر هستخدمه يكون جاهز عندي، وجزء هعمله. عايزه اقول لكم بالطريقه دي انا لغايه لما بطلع العلبه اللي في الفريزر اللي فيها خلطه المحشي بتطلع الخضره خضره وحلوه جدا. اللي بيغمق الخضره مش ان انا بحفظها في الفريزر، اللي بيغمقها ان انا بحطها على الصلصه تكون سخنه. شايفين منظر البرنجان بيكون كانه مشوي ومحمر وبدون نقطه زيت خالص. السواد اللي في الحله ده حته ميه بنقعها شويه بتطلع بسهوله جدا، ما تقلقوش. ده الجزء التاني الكميه باقيه هحطها برده وهكون زي بسلقها، منها بتتسلق منها بتتحمر، يعني عارفين سلقه وفي نفس الوقت محمره. فالحقيقه دي سهله جدا وخفيفه قوي قوي للناس اللي مش بيحبوا الزيت. هنا معاكم انا يعني دي هنا بشيل الجزء يعني في الفريزر. دي علبه مقاس لتر تكون بتكفي لي خلطه او بتكفي لي وجبه تاني محشي. مش هكون يعني اعمل كل الخطوات دي، بتسهل عليا في وقت تاني يعني. هنا بس خلاص جاهز. انا حطيت الرز، حطيت على الكميه الموجوده حوالي كوبايتين رز. هنا انا بزود ميه. ليه؟ انا بسوي دايما المحشي في الالترا فمش بحط ميه كتير، يعني مش بس يعني فبخلي الرز الى حد ما فيه صوص. ده عشان انا بسويه في الالترا فلقيت ما فيهوش صوص كده فزودت ميه. هنا انا هعمل حشي بعمل محشي كوسه ومحشي فلفل. اكتر نوعين محشي بعملهم وبحسهم سهلين، يعني تجهيزهم مش بياخد معايا وقت، غير بقى الكرنب وورق العنب يعني بيعوز وقت في العميل يعني. بس بجهز المحشي. عايزه اشجعكم اي حد عندي الترا بجد يجرب المحشي في الالترا يا جماعه، يعني حاجه مستوى تاني. بيطلع لي المحشي الحاجه دي متحمره ومتشوحه وجميله فظيعه. هنا دي الكميه التانية من البرنجان. هو زي نوع مقبلات، يعني نوع سلطه على مقبلات، يعني بحبه ان هو بيكون خفيف وكسلطه كمقبلات كصنف، يعني بيبقى حلو قوي في الثلاجه. هنا انا برص في الاول الكوسه من تحت. ممكن طبعا استخدمها في حله على النار في اي حله، بس انا ميزه الالترا بتوفر لي ان انا كل اللي محشي بيكون في حله واحده في الفرن، يعني بتوفر لي حلل، بتوفر لي مجهود يعني، وبحطهم في الفرن. فيعني ايه، وكمان بيبقى الطعم كانه مشوي على مسلوق، يعني عارفين حاجه كده متحمره بس هي مسلوقه كده، مش عارفه يعني. فبيبقى طعم طبعا يعني انا بالنسبه لي بحبه قوي يعني. فبحط كل الكوسه من تحت وبرص الفلفل عليها من فوق. بس كده يعني، فهي بتسهل عليا في عميل جدا جدا. بس اهم حاجه لو هنعمل المحشي في الالترا نكون مظبطين الحياء بتاع الصوص او الرز زي كويس قوي، لان انا هو ده اللي بيحيق المحشي نفسه. يعني انا مش هكون معتمده قوي على تحقيق زي الحله بزود ملح وميه وصلصه او اي حاجه في الحله، لكن دي انا بعتمد اكتر على تحقيق الفلفل او الكوسه على الحشوه. فمهم قوي اكون مظبطه الملح. بحط كمان بحط كزبره ناشفه فريش كده بتديني طعم حلو. الناس اللي بيحب يحطوا، لو عايزه تحطي نعناع يعني تفرمي كده نعناع ناشف كده وتحطيه في خلطه برضه بيبقى طعمه ظريف. فاهم حاجه تظبطي التست او يعني الحياء بتاع الحشوه. هنا انا خلصت يعني ايه، بحط الفلفل من فوق زي ما قلت لكم. يعني هي الميزه الالترا بتنجز معايا، هي بتاخد وقت شويه عن الحله على النار. يعني الحله على النار بتاخد لي مثلا ربع ساعه او تلت ساعه، لكن في الالترا بتاخد قرب ساعه او ساعه وربع في الفرن.
هنا خلصت كل كميه البرنجان اللي شويتها. يعتبر مش شوي، هي اهم حاجه تكون الحله على نار هاديه جدا، لان الحله ما فيهاش ولا زيت ولا ميه، انا بس زي كاني يعني هو الحاجه بتطلع بخارها وتشربها. هنا انا هعمل صوص بس هحطه على المحشي. عشان المحشي في الالترا انا بحط كوبايتين ميه، عليهم كيس صلصه، عليهم مكعب مرقه، يعني اقلبهم مع بعض. الميه دي بتكون ميه في الكتل، ميه مغليه، وبس بيهم المحشي. ده الصوص ده بعمله حاجه كده بيزك في كل اي محشي بعمله في الالترا، بعمل الصوص ده وهشوحه كده يعني هشربه على كل المحشي. عايز اقول لكم هو بيطلع يعني انا حتى الالترا بتطلع فيها ميه، فيها سوائل، يعني هي مش يعني انا بس كمان عايز اقول لكم لو السوائل اللي بتبقى موجوده في الالترا من تحت دي، لو حد بيحب الشوربه بيبقى طعمها جميل جدا. هحط الالترا في الفرن على الشبكه بتاعه الفرن، بخليها على حراره 220. بتقعد معاها ساعه، ساعه وربع كده، بشوف اخبار المحشي ايه، يعني في الحدود دي في الوقت ده بياخده. زي ما قلت لكم بخليها على شبكه الفرن مش على الصاج الاسود. الالترا بتدخل في الفرن على الشبكه، بخليها على نار وسط. دي بتاخد يعني بتبقى طعمها يجنن. عايز اقول لكم انا من وقت ما عندي الترا بطلت اصلا اعمل المحشي خالص على يعني على بوتاجاز من فوق، ان طعمه تحفه. وهي الميزه ان الحله بتاعت الالترا بتعتمد على توزيع البخار، فينفع احط فيها المحشي على كذا طبقه، يعني اتنين فوق بعض. واوقات كمان بعمل محشي طماطم بحطه في طبقه يعني من فوق خالص، فبيستوي وبيحمر في نفس الوقت، فينفع اعمل فيها كذا نوع محشي في نفس الوقت مع بعض. اللي جرب اي حد فيكم جرب المحشي في الالترا برضه يقول لي رايه ايه، ورايه في التست او الطعم ايه. يعني اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني بحب قوي اسمع ارائكم، اشوف ارائكم. هنا بقى هحشي البرنجان بالخلطه اللي عملناها. قلنا جزر وفلفل وثوم وخل والتوابل بتاعتنا. بحب احط المقبلات دي اي علبه عندك مسطحه، على اساس تبقى كحاجه تقديم، ويعني بتاكلوا بيها على السفره او في يعني عموما. وكمان كحفظ للحاجه. اي علبه مسطحه يا دي او اوقات بحطها في علب الفريزر ال2 لتر دي المسطحه. اي حاجه مسطحه وليها غطا، عشان بس لو إن يعني ريحه الثوم او ريحه يعني ما تختلطش باي حاجه تاني في الثلاجه. بتبقى يعني عايز اقول لكم من اكتر المقبلات والسلطه، يعني كسلطه كمقبلات طعمها بيبقى مع جنب اي اكله، جنب اي اكل تحفه. وحقيقي خفيف جدا، يعني كفايه ان هي ما فيهاش اي دهون، يعني فتنفع خالص للناس اللي بيعملوا دايت او مش عايزين يزودوا دهون في جسمهم. تبقى رهيبه، طعمها تحفه تحفه تحفه. انا بحب احط الخلطه. في ناس بتستخدم يعني تحب تحشيه بعد كده تشوحه في الطاس او كده، لكن لا، انا بحب عشان اكون بقلب البرنجان براحتي بدون اي حشوه في الاول في الحل او في الطاسه. بعد ما يستوي بكون بحشيه. حلاوته كمان ان احنا ما يعني تسيبوه كده في التلاجة لمده ساعه او ساعتين، بيتنكه بقى بالخلطه دي. يعني البرنجان يكون شرب من الخلطه دي، فيكون طعمه احلى بكتير. لو عايزين تحمروا البرنجان في الزيت، يعني تحمروه في زيت غزير كده وتستخدموه وبعد كده تحشوه بالحشوه، برضو جربته كذا مره وكان حلو. بس حقيقي من وقت ما انا جربت احطه في طاسه او في حله واكون بسلقه او بحمره كده من غير اي زيت او من غير اي ميه، انا حسيته بالنسبه لي انا يعني اخف. جربوا يعني ايه، حلو ان احنا نكون بنجرب كذا حاجه، والحاجه اللي انتوا تحبوها اكتر اعتمدوها معاكم في اكلكم. انا بحطه في العلبه دي، انا بعتبرها يعني ايه، حفظ وكتقديم يعني بالمره. يعني هو حلو ان هو بيتحفظ في حاجه يعني ايه زي ما قلت لكم مسطحه. اخر حاجه بقى بحب ارش كزبره ناشفه على الوش، بتديلها طعم
ونكهه. يعني انا كمان عايز اقول لكم في الخلطه حاطه فيها كزبره ناشفه مع الجزر، بس برضو على الوش بزود كزبره ناشفه، بحسه بيديها شكل حلو في التقديم، وكمان طعم بيدي نكهه وحلوه قوي. في ناس كمان بتزود على الخلطه بتحطي فيها كزبره ناشفه، كزبره خضراء، بتقطع كزبره خضراء، او لو عايزه تحطي كمان فلفل حامي او شطه، ده ترجع لك. يا ريت لو اي حد فيكم جرب يعمل البرنجان العروس ده بالشكل ده او يعني بالطريقه دي، يقولوا لي رايه ايه، يعني قولوا لي رايكم ايه. ولو بتعملوه بطريقه تانية، انا بحبه قوي، يعني بحب قوي البرنجان ده، لو تحبوا تعملوه بطريقه تانية كنوع سلطه او كنوع مقبلات بشكل تاني، او خلطه تانية بتحشوه بخلطه تانية، برضو قولوا لي، يعني بحب قوي استفيد بارائكم. بس هاكد عليكم تاني، انا في الحله لما بحطها على النار بحط الحله بارده خالص، وبحطها على نار هاديه جدا، لدرجه ان الدور التاني لما حطيت البرنجان حطيته على النار اللي بعمل عليها القهوه. يعني شوف قد ايه نار هاديه، ده بيخلي البرنجان كانه يعني يتشوي، وفي نفس الوقت بينزل ميته ويشربها تاني، كانه بيتحمر، يعني كانه بيتسلق وبيتحمر في نفس الوقت، يعني يبقى متحمر من بره ومستوي قوي من جوه. ده لو انا مش هقليه في زيت، اوكي، عشان يعني ما نجربش نحطه لو حطيناه على نار عاليه، لا طبعا يعني هيتحرق مننا ومش هيستوي من جوه. فهو التركه بس تبقى النار اللي بحط عليها الحله بتبقى واطيه خالص خالص. عايزين تحطوا له يعني انا عشان الحله اللي انا مستخدماها هي حاجه ووترلس، ميه قليله، ممكن لو حسيتوا لا يعني الحله العاديه او محتاجه ميه ممكن احط له ميه، مفيش اي مشكله خالص. اكون بحط له كوبايه، يعني ايه، بعد ما ينزل ميته اكون بحط كوبايه ميه برضو، يعني زي كانه بيتسلق فيها وبيشربها، بس مش ميه كتيره، يعني ميه قليله، وتبقي متابعاه زي يشرب يعني الميه كانه يتسلق فيها شويه ويشربها، ده مفيش اي مشكله خالص. بليز متنسوش تقولوا لي اخبار التصوير بالسرعه دي اخباره ايه، هل فاهمين الخطوات اللي انا بعملها ولا مش واضحه بالنسبه لكم؟ انا بس بحب يعني ايه اصور يعني ما يكونش الفيديو بطيء عشان ما تملوش معايا، وتبقى بوضح فيه كذا نقطه يعني، ويكون ما يكونش الفيديو طويل قوي يعني. فبليز قولوا لي رايكم في الكومنتات في التصوير، يعني مستنيه ارائكم. بس كده تبقى جهزت معانا احلى سلطه واحلى مقبلات، وبحطها بغطيها واحطها في التلاجة ساعتين او 3 ساعات، كل ما تكون الوقت اطول بتشبع بالخلطه، بيبقى طعمها يجنن. هنا بقى طلعت المحشي، عايزه اقول لكم العيال اخدوا منه واكلوا فقلت اصوره بس شويه، شايفين في بيبقى صوص كده شويه، ده عايز اقول لكم لو اي حد بيحب الشوربه او كده تحطوه في بوله كشوربه، بيبقى طعمه يجنن، طعمه يجنن بمعنى كلمه يجنن يعني. ممكن طبعا في الالترا اكون بقلل الميه عن كده، بس انا بحب يعني اخليه كده فيه صوص، بيبقى طعمه اصلا رهيب يعني. شايفين الشكل ايه؟ يعني ده اللي بقولكم عليه، المحشي بيتحمر كانه مشوي وفي نفس الوقت مسلوق. يعني اوقات كتيره ناس بلاقيهم بعد ما بيسلقوا المحشي في الحله اللي على النار يكونوا بيشوحوه في طاسه على اساس يتحمر يعني. فالالترا بتديني بحيث نفس النتيجه، ان هو بيكون مسلوق وفي نفس الوقت كانه متحمر يعني مشوي. ف يعني مش الحاجه الطعم المسلوق، لا كانه يعني هو مسلوق بس متحمر. مش عارفه اوصف لكم يعني يعني النكهه ازاي يعني. حتى هو في التقديم يعني ايه، لو انت هتقدميه في اي عزومه او اي حد عازماه عندك يعني يحس كده ولا كأن الشيف شربيني هو اللي عامله، يعني حاجه كده متحمره ومشويه، فيحسوا ايه، لا ده انت يعني تعبانه قوي فيه او تعبانه قوي في الاكل او في الوصفه، وهو اصلا انت بس حطيتيهم على بعض وحطيتيهم في الفرن، ما اخدش منك المجهود يعني. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو انت مش مفعله زر الجرس على كلمه الكل او قول، فعليها عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بينزل على القناه. ولو عجبك الفيديو متنسوش تعملي لايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.